مين يا فندم؟ اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. دقيقه واحده هندهلك فيه. مين يا سيدة؟ ده في صلاح. صلاح؟ ايوه. مش معقول، ده احنا الساعة 7 دلوقتي. الو صلاح، اهلا 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 وسهلا. انت ايه بايت في مصر من امبارح؟ الله، جيت دلوقتي؟ انت على كده بقى سافرت في وش الفجر؟ ايه النشاط ده كله يا باش مهندس؟ وازاي الحال؟ ازيك كده وازاي الشغل؟ احنا كلنا كويسين. اسمع يا صلاح، ما تيجي شوية؟ لسه عاوز اروح البيت اغير هدومي وعندي مسألة اخلصها واجي. فندم؟ طبعا هجدهم. امال انا هتغدى بره؟ لا مش هغيب. حاضر، مع السلامة. الله يسلمك يا ابني. اجيب لك الفطار يا سيدي. هجيب لك الفطار يا سيدي. مش دلوقتي. حاضر. امشي. حاضر. عشرة. سيدة. افندم ايه اللي اخر المنبه كده؟ حضرتك يا ست انا بقطع الساعه 8 وحياة النبي يا ستي ما حد بيهوب ناحيته غير. وازاي تسيبوني انام لغايه دلوقتي؟ انا عارفه مين اللي عمل كده. يا صدي يا جندي تعمل فيا الفصل ده تاني. صباح الخير اولا. صباح الخير، بس لازم تبطل تعمل فيا الفصول دي، بتعطلني عن شغلي. يا حبيبتي انت نايمه امبارح وش الصبح. طب عندي اجتماع مجلس اداره دلوقتي، اروح باي وش؟ خلاص ما تروحيش. يا سلام ما اروحش. لان ليكي عندي خبر مهم. ايه هو؟ لا مش هقوله علشان يبقى مفاجأة. ولا مفاجأة ولا حاجة، دي بصولاتك انا حافظاها كويس. أهو. لازم تفهم ان عندي شغل مش ذكي جدا. بومب يا باش مهندس، بومب. ايه المفاجأة لطيفة؟ وحشتيني. انت كمان. انت ايه عندك اجازة يا صلاح؟ ابدا، كان عندي شوية شغل في الوزارة قلت اخلصهم واعدي اشوفك. نفسي انا كمان يوم اكون فاضية واجي افاجئك كده. هانت كلها شهر ونبقى مع بعض على طول. الو، مين عاوزني؟ يا سميرة، صباح الخير. الاجتماع؟ ايوه، لا فاكرة مش وقته. ايه هو اللي مش وقته؟ انت مش سامعاني ولا مش سامعاني؟ بقول لك فاضل 10 دقايق على ميعاد الاجتماع. الو 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 الو. ايوه فاهمه يا سميره، انا جايه حالا. بعدين حد يشوفنا؟ انت حكايتك النهارده؟ معلش يا سميره، اصل لسه صاحيه من النوم. مسافه السكه هكون عندك. مع السلامه. يا ولادي يلا الفطار جاهز. ما غسلتش وشي. اجمل. شكلي منكوش. ألذ. يا ولاد يلا الفطار جاهز. دقيقه واحده يا جدي. انا مش فاهم ايه هينوبها من الشغل ده اللي ما بيرحمش. هانت كلها شهر وابقى انا الشغل. الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا بيه. اسمع يا صلاح، ما وصيكش على بنت عمك. يا جدي ليلى دي في عينيا الاتنين.
انا مش داخل مخي ازاي هتاخدها مني. ما انا قلت لك اتفضل عيش معانا في الارياف، صحتك تبقى بوم. لا يا حبيبي، انا في الحقيقه بقى زهقت منكم، بس كل اللي انا عاوزه امرك تتجدعن بقى وتجيب لنا عيل علشان يسليني. ايه يا جماعه، انا معاكم. وبعدين وياك يا بنتي، اصل صلاح قال حكايتني تجي، وبعدين وياكي مش تقعدي تفطري على مهلك. اصل مستعجله يا جدي وصلني. ياه، ده اتاخرت خالص. تحب اوصلك؟ طيب مستنيينك على الغدا، ما تتاخريش يا ليلى. 2 بالدقيقه هكون هنا. مع السلامه يا بنتي. ليلى. ايوه يا جدي. جزمتك مالها؟ سكلانس. يعني دلوقتي كل حاجه جاهزه؟ تقريبا، ما عدا اوضه النوم. ليه؟ كنت عاوز اخد رايك في حاجه. في ايه؟ عاوزه سريرين ولا سرير؟ 2 ولا انت ليك رأي تاني؟ والله انا شايف ان سرير واحد اوفر دمك تقيل. اوعى تتأخر على الغدا. ابدا. هو انت تعمليها زي عوايد؟ لا ما تخافش. باي. صباح الخير. صباح الخير. ده مقلب تعمليه فيا ده يا سميرة. صباح الخير اولا. صباح الخير. لهوجتيني وجبتيني مستعجلة واجي الاقي الاجتماع اتأجل على اخر دقيقه والله يا ليلى. ثم انت زعلانه ليه؟ ما انت كنت جايه. يعني كنت قعدت مع صلاح شوية. يا ستي بكره تزهقي منه. اهو ده اللي مش ممكن ابدا. صباح الخير يا صباح ليلى. النور. يا صباح الانوار. يا خبر ايه البسطة دي كلها يا محجوب؟ ما انا حبايبي كتير قوي يا ست ليلى، ربنا يخليكي لنا يا رب. يا البسطجية اشتكي. يا خبر كل دي مشاكل. الا قولي لي يا ليلى، عملتي ايه في مشكله البنت اللي اسمها الف ميم الف؟ اني؟ البنت دي اللي كانت عايزه تنتحر. لا، لقينا لها شغلانة في مصنع نسيج وبقت عالي. يا سلام يا ليلى على صبرك وطولة بالك في الحاجات دي. يا سميرة ما تتصوريش فرحتي بتبقى قد ايه لما مشكلة من المشاكل دي بتتحل. اخ يعني مش عارفة هخلص دول امتى، لازم اخلصهم لغاية الساعة 2. طب وانت مستعجله ليه؟ هتغدى مع صلاح. يا دي سي صلاح. اتفضل. حضرتك الأنسة ليلى مجدي؟ ايوه انا الف الف الف. مش واخدة بالي. احسان احمد الطنطاوي اللي بعتلي الجواب وانت رديتي عليا. ايوه ازيك يا الف الف الف. الله يسلمك. عملتي ايه في حكايتك؟ عملت زي ما قلتي لي بالظبط، والحمد لله المشكله اتحلت واصطلحنا، وفرحي بعد بكره على طول كده. اصل محمود مستعجل. مبروك الف مبروك. انا جايه قصدك في خدمه، بس مكسوفه. ما تتكسفيش قولي. انا زي ما قلت لك في جواباتي اني ماليش اخوات، وامي ست كبيره، وتلاقيني كده محتاسه. لا احنا ما خلصناش ابدا انك تحتاسي. ناقصك حاجه؟ عايزه اشتري فستان للفرح، وعمري ما اشتريت جاهز، وخايفه اروح لوحدي ما اعرفش. بس كده اجي معاكي كده. على فين؟ مشوار صغير، ما تيجي معانا. والجوابات دي كلها لما نرجع. تعالي
حلو ده؟ يعجبك؟ مش عارفة. انا متأسفة قوي، معلش. بس قصير، القصير هينفعك بعدين مش كده؟ صح. معقول قوي. مفيش موديلات تانية من فضلك؟ نشوف يا فندم. اقفلي شنطتك يا ليلى. يا خبر يا خبر، انا اتسرقت. اتسرقتي؟ لازم البنت اللي كانت واقفة هنا من شوية. التنين راحت فين؟ انا شفتها بتجري من هنا. وراها. امسكوها، امسكوا التلميذة. انا خايف بس يكون حصل لها حاجه. لا ما تخافش يا ابني، هي عوايدها كده. طب على الاقل تتصل بينا. الست وصلت. انا مش قلت لك؟ انا هنزل اسافر. لا لا يا ابني، خليك تقيل، ده انت طول عمرك عاقل. اصلها يا جدي زودتها خالص. سعيدة يا جدو. امال فين صلاح؟ انت فين اولا؟ اسكت يا جدو على اللي حصل لي، هقول لك بعدين. فين صلاح؟ صلاح سافر. سافر؟ ايوه سافر. ما دام بتعامليه بالشكل ده له حق ياخد على خاطره ويسافر ويسافر. انا متاسفه يا صلاح، غصب عني. لو تعرف ايه اللي حصل لي هتعذرني. صلاح، انا جايه من اسم عابدين. حصلت لي حادثه، اتنشلت. اخروني لغايه ما كتبوا المحضر. عرضوا عليا كل صور النشالين، ما لقيتش صورتها. تصور يا صلاح، بنت لطيفه مؤدبه لابسه تلميذه تقف جنبي دقيقه سرقت كل اللي في الشنطه. انا مش زعلانه على الفلوس، انا هتجنن على الشبكه اللي انت مديها لي، اتسرقت كمان. لا شاطر. مش قادره اقتنع انها نشاله. كلامها، طريقتها، مشيتها. البنت دي لا يمكن تكون شريره بطبعها. اكيد ظروفها هي اللي خلتها كده. انا هدور عليها. انا جوعت يا اولاد، هتتغدوا ولا صرفتوا نظر؟ ايوه يا جدو. انت مستعجله على ايه؟ هو القطر هيفوتك؟ اصلي لازم اروح الشغل، الساعة بقت 5. والله لو تشوف الجوابات اللي لازم ارد عليها كنت تعذرني. طيب انا هسافر بقى، وابقى اشوفك يوم الخميس اللي جاي. هتلاقيني فاضيالك خالص. الله، لكن انتم بالشكل ده الوقت هيسرقكم ومش هتقدروا تجهزوا نفسكم. يا جدو، كل الحكاية اسبوع واخلي طرفي. هسلم كل الشغل لسميرة وهبقى تحت امرك يا باشمهندس. ايوه. لا وحياة صلاح المرة دي جد. سعيدة. مع السلامة يا ابني. كنت هنسى الشنطة. قولي يا صلاح، الجماعة النشالين دول لهم مناطق ولا بيغيروا حتتهم؟ والله ما اعرفش، ما نشلتش قبل كده. وانت يا جدو؟ لا ولا انا.
يخدم عليكي. الارض انشق وبلعين. ويهون عليكي يا نوسه. امشي عاد العب بعيد. انا ما اقدرش على بعدك يا نوسه. معلش اتغصبي. انت عايز مني ايه يا واد يا صايع يا ضايع يا خلي شغل؟ خلي شغل الله ولا بالك يا نوسه. ده انا النهارده مستفتح بحته قلم. على قفاك يا واد. لا على عينك يا تاجر، وانما قلم ايه؟ باركر وعيار 18. بيبيعوا يا حسون. يا خبر يا نوسه، ومن غير فلوس. رقبة حسونه. تسلم لي رقبتك. اموت انا يا اخواتي، اموت انا. الشالب ببريزة، بريزة بالريال، الريال ب40 سنت، ارمي فين؟ اهو مفيش انت خلينا اطلع بالبيت. ما تتماشى لوسة. بقول لك اطلع بالبيت. انت بتتكلمي جد؟ امال يعني بهزر. اطلع طب بالبيت. العابي عليكي فين؟ تكسبها نوسة. مع السلامة. العب يا جدع، اللعبة لعبة فلوس وتسطيع عين. السلام عليكم. سلام. معلش اللي في بالي بالي. مسيرك يوم تعال يا حلو. مقبولة والنبي يا جميل. ثانية ثانية. مين؟ نوسة يا مرحب. تعالى اما اقول لك كلمتين. كلمتين 3 4. كفك اشوف لك البحث اهو. الله، ده انت قدامك سكة سفر اهو. وجايلك قرشين بعد نقطة او نقطتين. قولي ان شاء الله. ان شاء الله. خدي القرشين اهو. بس اسمعي، اوعي تجيبي سيرة لمرات ابويا ام قويه. ها؟ في بير، سر بير، ربنا ما يحرمنا منك. باي باي. باي باي يا روحي، مع السلامة. جيت يا بسبوسه. مساء الخير يابا. سلام على ضابع يا بسبوس. اتأخرت ليه يا روح خالتك؟ ده انا قلبي اتوغبش عليك. يا واد اللي ايدك طايله، اللي صابعك تتلف في حرير. وريني يا حنفي. الله، ما تحرمش من مجايبك الحلوة يا حلوة. هات الخاتم يا وليه. انا هوديه لعباس التمن ويخصم حقه من الدين اللي عليه. يا وليه انا نفسي البس حته صيغه في ايديا زي زمان، ولا يعني خلاص اخصى عليك يا دنيا. ده احنا مديونين للجدع اللي شوشتنا. وماله عباس، ما هو مديون لي بالامل اللي هو فيه. ده صبي وانا اللي مربيه ومودكه. خيري عليه وعلى جدوده. ده انا حنفي برضه، ولا يعني مني عميت وقعدت. اخويا الجدع ما قالش حاجه، بس يعني الحق لازم يوصل لاصحاب. هات الخاتم يا وليه، نفسي البسه وانزل اقعد على القهوه عشان الناس كلها تعرف اني مخلف جدع 7 من ظهر 7. خد يا اخويا، يعني انا ليا مصلحه في كده ولا ليا مصلحه في كده؟ بس انا خايفه من راجل لا يغدر بينا وده لدعته والقبر. احنا يا اختي ما بناكلش حق حد. اسمع يابا، لو عباس يتمن الخاتم كويس اديهوله وكمل بالفلوس وسد الدين كله. ما تزعلش يابا. طب ورحمة امي اللي علق لك خاتم اجدع منه 1000 مرة. قد القول يا نفيسة. بسم الله يابا. 1000 هنا وشفا على قلبك يا نوسة. مسيكوا بالخير يا جماعة. اهلا عباس. مرحب عبس، اتفضل. زيد فضلك يا معلمي، انا جيت اطمن على نوسة، السكة اصلها ملبشة اليومين دول. ما تخافش عليا يا معلم عباس، انا مفتحة قوي. يعني رزقت يا نوسة؟ واتعشت والحمد لله. شوف كده يا عبس. يا صلاة النبي احسن. تسلم ايدين اللي جاب. سلمت ودمت. يسوى كام؟ ده توبه 5 آيف، انما عشان خاطر عيون نوسة عليها ب15 آيف. ده الخاتم فيه فص برلانتي يساوي 50 جنيه. كده برضه يا عبس. وانا برضه هغشك يا معلمي؟ انا قلت التمن اللي يخلص ذمتي. هات الخاتم وانا ثمنه. ومين اللي هيشتريه منك؟ 1000 من يشتريه. يا نوسة عادي، ما توديش نفسك السجن برجليكي.
محدش هنا بيتمن ويشتري غيري. يا حبيبتي ده المعلم عباس سيد العارفين، اطلعي منها انت وهي تعمر. يا اختي ده انا قلبي عليكي. قلبك عليا ولا على المعلم عباس؟ اغفري الكلام يا نوسه. معلش، نوسه دي اختي الصغيره وانا مستعد اتنازل عن الدين كله، بس نوسه تقول ما كانش يتعاد. نفيسة لسه صغيرة على الجواز يا معلم عباس. انا من ايدك دي لايدك دي، انا مستعد اكتب عليها واستنى زي ما انت عايز. ما تنفخش بقربه مقطوعه. ليه كده بس يا نوسه؟ ده انا ههنيكي وستتك، ولو طلبت لبن العصفور يحضر لي، بس وافق. لما تشوف حلمة ودنك يا معلم عباس. ليه يا اختي بقى؟ مش عاجبك في ايه المعلم عباس؟ افتح اعرض عواطلي. انا ما بعيبوش يا الدلعادي، بس يعني ما ينفعنيش انا، يمكن ينفع غيري. عاجبك كده يا معلمي؟ خليك طويل البال يا معلم عباس، ما هو كل حاجة بالخناق إلا الجواز بالاتفاق. عن إذنك. يا وليه عقلي بقى البيت قطع علينا. اخت عليك يا عباس، انت قاسي عليا ليه؟ عشان عارف اني بحبك. وليه خلصينا الموضوع دوت وانا ابقى معاكي في البيت ليل ونهار. الغيرة هتموتني يا عباس. انت عاوز تتجوز نوسة ليه؟ بتحبها؟ يا وليه ما يبقاش مخك زي السلط، بنت اصلها لونة وحركة وايدها زي القشاط. يعني مش هتاخدها على حب يا عباس؟ يا وليه لا، انا هتجوزها سيم كده عشان نشغلها وناكل من وراها الشهد. ان كان كده اجوزها لك يا عباس. هو كده عندك مفهومية. لا اثبت يا وسوس مش وقته. حكم هتجوزني عباس يابا؟ انا عملت ايه في دنيتي عشان ترميني الرميات؟ ما عشت ولا بقيت يا بنتي لما ارميكي، ولا استغنى عن تراب رجليك يا نفيسة. ما يحرمنيش منك يابا، بس والنبي ما تغصبش عليا اتجوز عباس. لا حول الله يا ربي. الزمن يا بنتي لما يحكم ويتحكم لازم الواحد يتطيل ويسايس اموره. انا هقولك على سر ما تعرفيهوش. سر يابا؟ عباس بيشتغل مرشد يا بنتي. مرشد؟ يا نصيبتي. ايوه يا نفيسة، بس الكلام ده ما يطلعش. عباس هو اللي ارشد عني ورماني في السجن، وده اللي مخوفني منه ومخليني متطيله. خايف لا يغدر بيكي ويرشد عنك انت كمان ويربيكي في السجن. طب والعمل يابا؟ العمل عمل ربنا يا نفيسة. لو كنت بعيني وعافيتي كنت وقفت له وحميتك منه، لكن ما باليد حيلة. خد يابا الخاتم اهو، وزي ما قلت لك كمل عليه من الفلوس اللي معاه وخلص الدين كله. عباس، معلم عباس. ايوه يا معلم حنفي. الخاتم اهو زي ما قلت، وبكره الصبح هكمل لك عليه واخلص الدين كله. سيدة، صلاح ما جاش ولا اتكلم في التليفون؟ اول ما يوصل على طول يكلمني في المجلة. مش كده يا ليلى، اعصابك يا حبيبتي اهدي شويه. عمره ما اتأخر بالشكل ده، الساعة بقت 12. انت تعرفي ظروفه ايه؟ مش جايز الشغل اخره. انا خايفة قوي بالعربي، انا متشائمة من ساعة ما اتسرقت مني الشبكة. تعالي بقى يا ليلى وبطلي عبط. هو بس لو اعطر فيها البت دي. وهتعتري عليها في الخريطه اظن. انت بتدوري على سمكه في بحر. انت عارفة بقى ان انا كل يوم بلف ساعتين 3 عشان يمكن اقابلها. مش معقول. وانا مش هستريح الا لما الاقيها. الو صلاح، انت فين؟ انت جيت؟ انت ازيك؟ انت تحت؟ انا نازله لك حالا. لا وحياتك المره دي انا تحت امرك زي ما وعدتك، فاضيه لك خالص. دقيقه واحده.
سعيدة يا صلاح. صلاح هي سميرة. عاوزين نشوف الحاجات اللي ناقصانا. تحت أمرك. تحب نروح فين الأول؟ نشوف الموبيليا ولا مش فاضية؟ ازاي؟ عشان وقتي كله ملك للباشمهندس. عال، اهو الباشمهندس دلوقتي اسعد انسان في الدنيا. صلاح وقف يا صلاح، وقف اهي. مين؟ التلميذة اللي سرقتني. رايحة فين؟ راح امسكها. خليك انت، يمكن تكون شرسة. تعالي هنا يا حرامية المحافظ. ايه ده؟ انت اتجننت؟ عليا انا كمان، انا عارفكم كويس. سيبها يا صلاح، مش هي. انا متأسفة قوي، حصلت غلطة مش مقصودة. حضرتك ليلى مجدي؟ ايوه. وده السواق بتاعك؟ ايوه. لولا انك تشتغل عند واحدة انا بحبها كنت وديتك في داهية. كويس كده، اتفضلي اركبي. انت هتوديني في داهية. تضحكي كمان. استنى يا صلاح. صلاح استنى وحياتك اهي يا صلاح. قديمة. لا والله العظيم المرة دي هي يا صلاح. ولو ارجوك يا صلاح، الحكاية دي تهمني قوي وحياتك يا صلاح. معلش يا صلاح، اسبقني انت على البيت وانا هحصلك على طول. هدي اخلاقك، انا عاوزه اكلمك. وتكلمني بتاع ايه؟ صاحبتي، جارتي، قريبتي، في سابق معرفه؟ لا بس اظن احنا اتقابلنا مع بعض قبل كده، مره في الاسانسير ومره واحنا بنتفرج على الفستان. فستان؟ اسم الله على نظرك، انا لا شفت اسانسيرات ولا اتفرجت على فساتين. الله، ايه بتبصي لي كده ليه؟ ما تخافيش، انا عاوزه اقولك. اخاف منك انت؟ ما يحكمش. بس هدي اخلاقك، انا عاوزه اعرف انت بتشتغلي ايه. وانت مالك انت؟ استني بس، ما تبعدي عني يا ست. ايه ليكي عندي حاجه بيني وبينك طار؟ اسمعيني بس، انا مش عاوزه اضرك، لو كنت عاوزه اضرك كنت قدرت وانت في الاتوبيس، كان سهل قوي مش كده؟ امال بتجري ورايا ليه؟ اولا انا مش عاوزه الفلوس اللي اخدتيها، انا مستعده اديكي فلوس كمان، بس رجعي لي الخاتم. خاتم ايه يا ست انت جرى لعقلك حاجه؟ اسمعيني بس، انا والله عاوزه اساعدك، انا ليا اصحاب كتير قوي زيك وساعدتهم. انا اسمي ليلى مجدي، ما سمعتيش عن الاسم ده؟ ما بتقريش جرايد ولا مجلات؟ مش معقول تبقي في كليه الحقوق وما بتقريش جرايد. وش عرفك اني في الحقوق؟ من الكتب اللي في ايدك. ايه انت من بتوع المباحث؟ لا والله انا صحفيه. عشان تطمني، صورة مين دي؟
انا اعرف اقرا اسمي حتى. امال ايه دول؟ عدة الشغل. ارتحتي؟ رسيتي على بر؟ اندهيلي بقى العسكري. انت متجوزه؟ لا. لك اخوات؟ لا. ابوكي موجود؟ بيشتغل ايه؟ عاجز، وانا بسرق علشان اوكله. ارتحتي؟ عرفت البير وغطاه؟ اندهيلي بقى العسكري. لا، ما فيناش من عساكر ولا حاجه، احنا اصحاب. ما عجبكيش واحده زي تبقى صاحبتك؟ هو احنا قد المقام؟ يا سلام. تعالي نقعد هنا. احنا دلوقتي اصحاب. الحقيقه انت مظلومه لانك بتسرقي عشان توكلي ابوكي. مش واجب برضو يا اختي؟ واجب طبعا يا اختي، انما ما لقيتيش يعني شغلانه احسن من السرقه؟ ما هي دي صنعتي اللي علمها لي ابويا من صغر. ابوكي بيشتغل ايه؟ شيال محافظ، صوابعه زي القشاط. خرج من السجن يا عيني بعد ما راح نظره. يا هنطره اسيبه يموت؟ مش واجب عليا برضه اقوم بحمله؟ ولو دخلتي السجن يا شاطره مين اللي هيقوم بحمله؟ فلا الله ولا فالك، ربنا ما يحكمش عليا بالسجن. ربنا ما قالكيش تسرقي عشان تعيشي، انت لسه صغيره وقدامك مستقبل طويل. ليه تضيعي نفسك وتعيشي طول حياتك مشرده؟ بصي شوفي البنات اللي زيك ماشيين ازاي، مش خايفين ولا مهددين. ليه ما تبقيش زيهم؟ كلامك حلو بس يا خساره، اعمل ايه في الحمل اللي على كتافي؟ ابويا في امكاني اضمن له معاش. منين؟ من الحكومه. صحيح؟ صحيح. انت اسمك ايه؟ نفيسه، وبيدلعوني يقولوا لي يا نوسه. ساكنه فين؟ نعم. انت عايزه تكروتيني ولا ايه؟ الله، مش قلنا اصحاب؟ الا بيتنا. انا عاوزه اساعدك. من بره. طب تسمحي لي اديكي عنواني عشان تطمني؟ اتفضلي، القلم اهو. ايه عاجبك؟ مني ليكي. متشكره. والنبي ما يرجع. معلش. ده عنوان البيت وده عنوان الشغل. هتيجي امتى؟ بكره زي دلوقتي. هستناكي. عيب. سعيده انت. سعيدة عليكم. سعيدة يا ست ليلى. ايه المقابلة البايخة دي؟ صلاح زعلان منك وبصراحة له حق يزعل. ليه بقى يا صلاح؟ اذا كنت واخده الحكايه هزار. تبقى غلطان لو فاكر ان انا واخدة الحكاية هزار. الخاتم ده غالي عندي خالص، مش هستريح الا لما يرجع لي. يا ست نجيب لك بدال الخاتم 10. مش مسألة اي خاتم،
انا عايزه الخاتم ده بالذات، انا متشائمه خالص. كمان يا جدي البنت دي شخصيه جديده عليا خالص، نفسي اعمل لها حاجه واساعدها. ده انا اقدر اعمل منها موضوع صحفي كبير قوي انهي بيه حياتي الصحفيه. اسمعي يا ليلى، انا طول عمري ما حاولتش اتدخل في شؤونك الخصوصيه. كونك بتحب عملك وتهتم بيه دي حاجه نشكرك عليها، لكن يا بنتي ما تنسيش دلوقتي انك مرتبطه بانسان له حقوق وواجبات اهم من عملك. انا فاهمه والله يا جدي كل الحاجات دي. يا مزفتي يا خرابي يا ابني اتكلم والكلام غير ده. حصل ايه؟ انت يا ابني حصل ايه؟ ايه جرى ايه؟ وحياة النبي الواد ده بيخرب. انا الست ليلى بعد الشر خبطتها عربيه. يا خبر اسود، ليلى ده ستها عربيه. فين ليلى يا حبيبتي يا ليلى؟ يا جدي انا اقصدك. صحيح الحمد لله ليلى صحيح. وريني يا ستي ايه دي؟ نوسه. نوسة مين؟ البنت الغلبانه اللي بحكي لكم عليها. النشالة؟ ايوه حصل لها ايه يا شرف؟ خبطتها عربيه وانا اقول له مستشفى الهلال. يا خبر ابيض، انا لازم اروح لها. تروحي فين دلوقتي يا بنتي؟ المستشفى؟ يا صلاح لازم اروح. اعملي اللي على كيفك، ده كتير قوي. يا صلاح ده عمل انساني لازم تفهمني. يا جدي لازم اروح اعمل معروف. روحي يا بنتي. من فضلك يا دكتور. افندم. بسأل على واحدة اسمها نفيسة اتعورت في حادثة عربية. في العنبر نمرة 7 افتكر في واحدة شكرا. بالاسم ده. اتفضلي. سلامتك يا نوسة، انا جيت اطمن عليكي. حصل ايه؟ قدر ولطف، رجلي اتعورت. والدكتور قالك ايه؟ بسيطه، هقعد جمعتين في الاستبال. ايه يا نوسة مش مبسوطة اللي جيتلك؟ كتر خيرك يا ست ليلى. ما بلاش ست ليلى دي، انا اسمي ليلى بس. احنا مش بقينا اصحاب؟ ما تخليش بيني وبينك حجاب. انتي لما هتعرفيني هتحبيني زي ما بحبك كده. عدم المؤاخذه يا ست ليلى، اصل شغلتنا دي تخوف قوي. لا من ناحيتي انا اطمني قوي. انا كل اللي عايزاه منك الخاتم عارفه، ورحمه امي اللي رجعهولك ولو تطير فيها رقاب. متشكرة قوي يا نوسة. انا كمان عاوزة اعرف كل حاجة عنك، عاوزة اساعدك. اصلي مش قادرة اصدق ان الشر في طبعك. نفسي تفتحي لي قلبك وتقولي لي ايه اللي مشاكي في الطريق ده. والله ما انا فاكره اقول لك ايه. انا فتحت عيني على الدنيا لقيت نفسي كده. اتربيت في حته كلها ولاد كار، عيال جدعان يعجبوكي قوي. جدعان؟ امال اللي بيكسبوا عيشهم بالحلال بتسموهم ايه؟ دول بنسميهم بعيد عنك خيخه، رجاله قش. وانتي بقى من الجدعان؟ ولا عايزاهم يقولوا عليا خيخه؟ لا ودي تيجي. وحتتكوا دي تبقى فين بقى؟ ما سمعتيش على سيدي كمال؟ لا. شله يا سيدي كمال، ده سره باكع، هو اللي واخدنا في حضنه وحمينا من اليزرجيه. يزرجيه؟ الرجاله بتوع المباحث. عارفه لو واحد منهم هو بحتتنا سيدي كمال يسخطوا هوا. ده انتي شوقتيني قوي لسيدي كمال دي. اوعي. ليه؟ حسك عينك تعتبي ناحيه سيدي كمال. عشان ايه؟ محدش غريب يقدر يخطي الحته، ده الداخل مفقود والخارج مولود. يا خبر، يعني ايه قتالين قتله؟ على كل لون، شحاتين ونشالين وقتالين وبلطجيه. العيل وهو عنده 5 سنين يخش المدرسه، لو كان حدق وحرك يطلع نشال، ولو كان جته وعضل يطلع بلطجي ويتأجر على مخاليق الله، واللي هفتان وسفتان يقطعوا له رجله ويخزقوا له عين ويشغلوه شحات. ايه جو غريب مش كده؟ كده. طيب يا نوسة انا هسيبك دلوقتي، هرجع لك بكره. ما لسه بدري. معلش انا ورايا شغل، مش عايزه حاجه. ربنا ما يحرمنيش منك. خدي خلي دول معاكي. لو النبي ما يلزموني. اخفى عليكي هتكسفيني. بس اذا كنتيش تحلفي. مع الف سلامه. الله يسلمك. في نفسك ده؟ شكلي تلاميذي كده. وايه ده؟
عدة الشغل. انت فكرتي قبل في اللي هتعمليه؟ انت مالك؟ انت ناوية تيجي معايا؟ يا سلام، ده انا كنت تفيت علشان اروح حته زي دي مليانه لصوص وبلطجيه. انت اصلك قش قش وخيخة كمان. يا ليلى، يا ليلى يا حبيبتي عقلي، انا خايفه عليكي. هتتفاهمي ازاي مع الاشكال دي؟ مش شغلي. مش شغلي؟ لا انت اكيد اتجننتي، مش طبيعيه ابدا. افرضي قفشوكي وانت بتصوري، هتتصرفي ازاي؟ انت هتقعدي تكسري في مقاديفي؟ انا رايحة. طب رهان، اذا ما كان الموضوع ده يكسر الدنيا كلها، ده هيعمل ضجة في البلد. سعيدة يا انس. اكروديا. اديني بشيت اهو. اقطع سيف، ادي سيف وكمان سيف، وادي كمان سيف. اديني بقى بشك الكوتشينه. انا بشكتها. بطل اوانت بقى يا بيان. قبلك بقى. الله، طب سيف، ادي سيف وكمان سيف، وادي سيف. وانزل بالبيت. البنت تعالي يا يلا يا بنت، ديناري، البيت. يلا يا حمد. لا ما تدخل بقى، ما تنزل البيت. مش لازم ادي اخليك. بيت. اوعى ايدك. سيف، سيف تاني. اديني بقى بشك الكوتشينه. صلبك كله. ما تلعب، انا هتلعب عليه. اجيب لك تاني. طيب عايز طب ايه؟ اديني بقى الكوتشينه باشا. الكرشينة بقى ده انت لمس قوي. مسينا خلاص. اقعد يا مش لاعب. مش لاعب ازاي؟ بقول لك مش لاعب. ازاي مش لاعب؟ بلاش تبعد انت بقى. تاخد فلوس يا وانت طالب مش لاعب. تعالى. امسككش بقول ازاي؟ لك الله. انا في يعني ايدي طب كمان. ايه؟ لا لا، مش وربنا يقول لي تعالى. انت ده مش ساكت بقى. اقعد. عايز ايه؟ بص يا اربعة. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا. انزل بالشاي. شايب؟ هتلعبي؟ مش مالي عينك، كيس فلوس اهو. طب بس ما تبقيش حيلك شوية. مش علم؟ طيب نلعب. عايزة ايه؟ اديني البيت. البيت؟ تعالي يا بيت. تعالي يا بيت. تعالي يا بيت. تعالي يا بيت. فين البيت؟ ادي البيت. كتاب له شيل. ازيك؟ شوف الترمسه دي يا معلم، حاجه حلوه الشارع. ده غريبه يا معلم. فين يا اهو. خش جوه. مشيكها كمان. اه ادي بشيك لك كمان. اهو الشل. على شيل تاني؟ اه. طيب عايزة ايه بقى؟ عايزة البنت. طب ما تاخد القص. طيب. القص؟ ماشي. تعالى يا قص. تعالى يا قص. انزل يا قص. حلاوتك يا قص. ادي القص. خسرت يا صليورة. حلال عليك. والله. ايه؟ يا بنت الناصحة. اشتغل عليا، ده احنا ولاد كار. كده. انت مين يا عروس؟ انا من العدوية. تبع مين من المعلمين؟ انا ما تبعش معلمين. امال ايه اللي حدفك على سيدي كمان؟ موسى معرفة؟ صاحبتي وبنسرح سوا. بأمارة ايه؟ بأمارة الخاتم الألماس. تبين عليك الامضة قوي يا بنت وهتخش مزاج. ايه اللي يعمله ربنا يا معلم؟ هيحصل. خلاص يا اوصلك. ايه يا معلم؟ ايوه. عايز تبيع الخاتم ده؟ اشتري. اخد 30 جنيه؟ لا شد حيلك شوية. 35؟ لا ما ينفعش. سنية سنية انت يا برنسيسة. ليه؟ نوم العوافي. نعم يا معلم. بين العصر يا اختي. مش تتمهمزي وتخرجي طلعت رزقك؟ طيب يا معلم. ولا متكل على التكية بتاعت عباس؟ يلا قلتلك. طيب اهدى. ولا ايه؟ ايه؟ ايه اتفضلي. يا الله اللي هنا. يا الله اللي هنا. ايوه طيب. طيب مين؟ معلم عباس؟ اهلا وسهلا. اهلا بك يا وزوز. اهلا وسهلا. ايه الحاجات النوام اللي معاك دي يا معلم عباس؟ انت بالك دي بنت من العدوية صاحبة نوسة. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي. اهلا وسهلا. معلم اتفضل. عباس
يا الف مرحب. مرحبا بك يا معلم. اهلا اخويا. معلم حانم في ابو نوسه، والست تبقى مرات ابوها. يا مرحب بالضيوف. اهلا وسهلا. ازاي الصحه؟ نوسه زمانها جايه. اتفضلي اقعدي اشربي شاي واستنيها. متشكرة قوي. لا والله لا، لازم تقعدي. انا جايه اطمنكم على نوسة. ايه هي جرالها ايه؟ لا ولا حاجة، بس حادثة صغيرة. نوسه بنتي؟ بنتي حبيبتي. طب انت ما قلتش الكلام ده من الاول ليه؟ ما انت ما سألتنيش يا معلم. طب ما تفهميني هي جرالها ايه؟ طمن ربنا ستر. تعويرة صغيرة. وهي فين دلوقتي؟ في مستشفى الهلال. يا نهار اسود، سرك يا سيدي كمال. تعالوا ليه لبسيني، خلينا اروح لها. يلا يا معلم. يا سيدي كمال استهجز يا معلم. اوام كده؟ ما لسه بدري. عندي شغل. بود يا بت. احنا نستغنى. يا اصلك دخلتي مزاجك صحيح. من القلب للقلب يا معلم. مع السلامه. الله، انت اسمك ايه يا بت؟ هريسة. مع السلامه يا هريسه. استني يا شاب، اسمعي. تعالي انزلي، ما تخافيش. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي هنا عندي، تعالي خشي، ما تخافيش. اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي يا اختي، اتفضلي اتفضلي استريحي. اهلا وسهلا، اتفضلي. قوليلي، نوسة بخير يا اختي؟ بخير الحمد لله. ده انا اتخضيت عليها. انت تقربيها. اقرب لها؟ ده احنا اكتر من حبايب، ده احنا اخوات. هتقولي لي عليها؟ ده انا عارفاها بنت مجدع. تعرفي ان ابوها مديون لعباس، وده اللي مخلي عباس يحكم فيها ويتحكم. ايه باين عليه مفتري. مفتري وبس، ده حاكم على حنفي يجوزه بنته، ولايف على مراته ومستكرد الراجل. يا ما انا خايفه عليك يا نوسه. لكن نوسة بنت شاطرة، ما يضحكش عليها. لكن هتروح فين من عباس؟ بكره عباس يشغلها زي بقيه البنات، ياكل عرقها ويرميها زي حته الكلب، لا فلوس ولا اكل زي ما عمل فيا. حتى القطه كانت حته الجبنه اللي كنت هغير بيها دي. تحب اروح اشتري لك حاجه؟ كتر خيرك، ما تكلفيش خاطرك. انا هنزل الشارع والشارع مليان، فيه الجبنه وفيه الطعميه وفيه الكباب وفيه الحمام المشوي، واهو بختك يا ابو بخيت. الا قوليلي، انت باين عليكي بنت اصل ونازله الكرج دي. اسمعي يا اختي، بصيلي بصيلي واستعبري، انا كنت احلى منك. شوفي الليالي عملت فيا ايه، وماشي الليالي. معلش، بكره كله يتصلح. ادعيلي. ربنا معاكي وانتك بعافيه. الله يعافيكي، مع السلامه. اعدلي رقبتك. لا مش قوي كده. اوعي تطلعيني وحش، ده انت هتطلعي زي القمر وهتطلعي صورتي في الجورنال. امال ده انت هتبقي مشهوره خالص. يا حلاوه يا حلاوه، زي بتوع السيما يعني. طب وهتكتبي عليا كلام حلو؟ هكتب عنك كل اللي عرفته وكل اللي شفته في حتتكم. انا بعد ما سمعت من ثانيه عن ظروفك وعيشتك في وسط الناس دول، بقيت متمسكه بيكي اكتر من الاول. انا مش هستريح الا لما اضمن لك عيشه نظيفه وحياه شريفه. وايه كمان؟ وعريس ابن حلال. لا يا اختي انا بتكلم. نوس، ازيك يا نوس؟ سلامتك يا نوس. سلامتك يا بنت. اهلا اهلا يابا. نفيسة، الف سلامة لك يا بنتي. قطعت بيا قوي والله يا نفيسة. ما يصعبش عليك غالي يابا، ما انا بخير اهو. سرك يا سيدي كمال. سلامتك يا اختي، سلامتك يا نوس. الله يسلمك يا مرات ابويا. خلي بالك من نفسك يا نوسه، ده انت ايدنا ورجلينا. قدر ولطف يا معلم عباس. الله، ازيك يا هريسه؟ الله يخليك. هريسه مين؟ انا همشي. السلام عليكم. الست ليلى يابا اللي بتكتب في الجورنال. تكتب في الجورنال؟ صاحبتي. صاحبتك ازاي؟ والنبي يابا دي ست كلها مروه ولسانها بينقط عسل. دي هتشوف لي شغله في الحلال، وانت هتجيب لك فلوس كل شهر من الحكومه. فلوس ايه وبتاع ايه؟ دي بنت ملوعه جت خمتنا في الحاره وطلعتنا مقاطف. ابعدي عنها يا نفيسة، دي هتاكل بعقلك حلاوة. ليه يابا؟ دي باين عليها بنت من اللي بيلعبوا الحجر.
بعض صور للمجتمع اللي عايش في الحي ده. الحي ده بيخرج كل يوم ناس ملهمش مهنة غير احتراف الجريمة والمخدرات. الناس دول أشرار وخطر، فلازم نحاربهم. أنا شايف أرجوك أخلص كلامي. أنا أقترح إننا نعمل حملة صحفية كبيرة نطالب فيها المسؤولين بهدم الحي ده من أساسه وبناء حي جديد يتفق مع الوعي الجديد. ده اقتراح كويس جدا يا ليلى. أنا أرحب بفكرة القيام بحملة صحفية كبيرة، وعشان يكون لها قوة فعالة قسموا نفسكم، كل يوم مقال جديد. سيدي كمان، سيدي كمان، سيدي كمان، سيدي كمان. وقعت الواقعة وحلت المصيبة. خير يا شيخ بتقول خير، هو اللي حواليكم يشوف خير. يا غنم يا بجم. سيدي كمان، سيدي بس سيدي كمان. ندامة عليك يا سيدي كمان. في ايه؟ ماله؟ هيهدوه. يهدوا ليه بس؟ يهدوا ليه؟ ما هو انتوا السبب يا بقر. البنت اللي كانت هنا اول امبارح مالها؟ جورنالجية، جورنالجية ختمتكم على قفاكوا يا خمة، وبقيتوا ملمومين حواليها زي عروسة المولد، وهي عمالة تلقط لكم في صور لحد ما كشفت ستركم. اشربوا بقى يا حضرات الكرديان، هترضوا على نفوخكم. ماله يا شيخ ينسوس؟ هو مش حابين بيوت زي ما عملوه في زيهم كمان. اتلي على عينك يا سيد. هو انتوا لو خرجتوا من هنا تنفعوا ولا ترعرعهم؟ وسيدي كمال يروح فين؟ وانا خادم سيدي كمال اروح فين؟ اكل منين؟ لا يا سيدي كمال، سيدي كمال يهاجمهم يا شيخ ينسون. اسمعوا يا جماعه، اسمع يا شيخ ينسون، انا عندي فكره كويسه. انت تعمل عريضه وتقدمها للحكومه وتقول لهم فيها ان احنا ما نقدرش نستنزل عن حتتنا دي ابدا. عريضه؟ عريضه مين يا ابني والذي؟ انا هعمل استخاره وافضل ازن على ودان سيدي كمال وهو يتصرف بقى. بالظبط كده. فينك يا معلم عباس؟ سيدي كمال عباس يجي ليه بقى نقلت علينا ده؟ ده الكلام يا معلم حنفي. بنت مفروسه عرفت تعمل عملتها وتضحك على رجاله بشناب. والنبي انا قلبي كان دليل من ساعة ما شفتها لقيت في عيب الفار. وايه العمل يا معلم عباس؟ الدور الباقي على نوسة. البنت دي هتخويها وتطيرها من ايدك. بس وإلا نروح دلوقتي حالا الاستباية ونجيب نوسة على هنا على طول. هو ده الكلام. نوسة لازم تتحازم يا حنفي. نكتب كتابها على عباس عشان تبقى في عصمة راجل وما تقدرش تخرج عن طوق. قلت ايه يا معلم حنفي؟ اللي قولك يا معلم عباس. ده كلام فارغ، شيء زاد عن حده. ازاي تقول على شغلي كلام فارغ؟ ده بدل ما تهنيني ده نصر صحفي كل البلد بتتكلم عنه. فعلا يا صلاح، التهاني يا ابني نازله ترف علينا من الساعه 6 صباحا. انا ما بتكلمش على كده، انا مندهش ازاي ليلى تجازف وتدخل اماكن مبوءه بالشكل ده. فعلا يا ليلى، ازاي تعملي كده؟ يعني عاوزه تصلحي الكون يا بنتي. انا اللي بعمله ده من صميم عملي. واجبي كصحفيه اني احارب الفساد في كل حته. لو انا ما رحت لسيدي كمان كان المجتمع ما عرفش ان في بؤر فساد شكل ده. فعلا كلامك معقول، وانا شخصيا موافق على كل اللي بتقوله. انا مش موافق على الكلام ده ومش مستريح للتصرفات دي. طب قول لي اعمل ايه بقى عشان تستريح؟ نتفق لبعض. يعني هو انا اللي حكره؟ يعني خلاص ما وراكيش حاجه تانية؟ لا ما ورايش. خلاص نكتب الكتاب بقى يوم الخميس الجاي. ايه ساكتين ليه؟ السكوت علامة الرضا، يعني موافقين. الف مبروك يا ولادي. مالك يا جدي؟ غيران. ولا تزعل، نجوزك انت كمان.
رد يا ضناي، وكيلك مين؟ انا ما بوكلش حد. ليه يا اختي؟ ده ابوكي على الدنيا. ابويا راجل عاجز، مين عارف هتحطموه على ايه؟ هاتولي ورق هنا ونختمه. او ده كلام ما يتعيبش يا جدعان، معقول؟ ربنا يا اختي يكملك بعقل. يلا بينا. احلم بيك انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. احلم بيك انا بحلم بيك. العروسة مالها؟ عايزة تدفتر عشان تبصم عليه بصباحها بنفسها. سيدنا الشيخ موافق؟ موافق. خد قوم النبي يا عجمي. عشان سيدنا الشيخ وراجع وجهة تانية. احلم بيك انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. احلم بيك انا بحلم بيك. يا مفتش البنت هربت. ايوه هربت، وحدها العباد اهو من غير ما حد يقطع عليه. يا بنت هربت صحيح. اخس انت، مش عايزه حد يعرف الحكايه دي، انت فاهم؟ يا دي الفضيحه في نص الحاره يا ولاد. البنت هربت ازاي؟ ايوه هربت من الشباك. عباس، معلم عباس، انا شفت نوسه وسنيه بيركبوا تاكس وبيقولوا للسواق ودينا شارع اسماعيل صبري في الزمان. يعني باظت الطبخه؟ ما باظتش ولا حاجه، هو مش عايز بصمتها. ادي البصمه اهي، وادي الشهود، ولا من شاف ولا من درس. بيل صباعي بيل مولين. في اتنين عاوزين يقابلوك يا ستي. مين هم؟ واحده منهم اسمها نوسه. نوسه؟ ايوه. اهلا يا نوسه. الحقيني يا ست ليلى. الحمد لله اللي لقيناكي. فضلكم عافيه بقى. مع السلامه. في ايه؟ انجديني من اهلي. تعالي تعالي يا اختي. حصل ايه يا نوسه؟ الوليه مرات ابويا عايزه تجوزني العباس عشان تعملني مين. وابوكي؟ ابويا مفيش حاجه في ايده. وهربتي ازاي؟ نطينا من الشباك على الخرابه انا وثانيه وانتهيناهم ساعه كتب كتاب وجينا لك على هنا. اعملي معروف يا ست ليلى، ما ترجعنيش لهم تاني. ده انا اكلها بملح واموت من الجوع ولا اتجوزش عباس. عايز اقابل الست. انا قلت لك 100 مره مفيش حد، انت رمت ليه؟ بقول لك عايز الست. عاوز ايه يا جدع؟ عايزين الست. نعم. فين نفيسة؟ معرفش حاجه عنها. ليه؟ مش كانت صاحبتك بتاعت العنوية؟ اخرس يا مجرم يا قليل الادب. انا جاي اطلب بنايه ولا ايه؟ اطلع بره. انا عايز مراتي. واحنا مالنا ومال مراتك؟ ليه مش انت اللي جوزيها؟ انا معرفش حاجه عنها. ما تخش يا بره على الشيطان. بقول لك اطلع بره يا مجرم. لا والله العظيم هجيب لك البوليس. ماشي يا عم. لا ما حاسيني كمان هتعيط بالسهل. اما وديتك اليابا بقيت انا عباس. اطلع بره هذا. يلا بره يا اخويا بره. بره. بنت قال هو معقول نخبي عندنا واحدة حرامية؟ جدي هي هنا. هنا؟ هربت من اهلها ولجأت. النسالة؟ ما هو ما كانش ممكن اسيبها في الجو الفاسد فيه. الله انت اتجننت يا بنتي. دول يقدروا يبلغوا النيابة ويودونا في داهية. ما تخافش يا جدي، انا ههربها، هخبيها عند اي واحده من اصحابي. موسى ما تخافيش يا موسى، انا مش هتخلى عنك ابدا، ما تخافيش. خايفه؟ انا قلبي مطمن طول ما انا جنبك. بس في حاجه مضايقاكي؟ لا ابدا، بس ما احبش اكون تقيله على حد. ما تخافيش، مش لازم تفكري كده. اولا صلاح ده ابن عمي وزي اخويا بالظبط.
اهلا وسهلا ستي ليلى، يا الف مرحبا. ازيك يا ام درويش؟ يسلم زيك يا حبيبتي. صلاح جوه؟ ايوه يا ستي موجود. دي ليله الهنا. دقيقه واحده يا نوسه راجعالك. صلاح صلاح صلاح. ليلى مش معقول. لا ده انا مخصم. بس بقى يا صلاح، قلت لك حقك عليا. كفايه عليا انك جيتي لحد هنا. ازاي جدي؟ بيسلم عليك. تعرف انا هعمل ايه؟ ايه؟ هحبسك هنا لحد ما نكتب الكتاب. اوعي تقولي لي بقى انك نازله مصر تاني. لا بس يعني هي الحكايه خطف كده. سميها زي ما انت عايزه، انا مش هسيبك ابدا. ده انا ما صدقت انك جيتي لحد هنا. يا حبيبي يا صلاح، يعني تفتكر انا اللي عايزه اسيبك؟ خلاص يبقى اتفقنا. بس ليه عندك رجا؟ امرك. معايا واحده ضيفه، هسيبها عندك اسبوع واحد بس مش اكتر، وهروح انا مصر اخلص كل شغلي وارجع لك. مين الضيفه دي؟ واحده اعرفها؟ ايوه نوسه. النشاله؟ مش ممكن. عشان خاطري يا صلاح. انت عاوزه تجيبي لي مصيبه؟ دي مش مصيبه يا صلاح، دي ضحيه وانا اصبحت مسؤوله عنها. انا اسف جدا، ما اقدرش اقعد واحده حراميه في بيتي. ارجوك يا صلاح ما تحرجنيش، نوسه مش حراميه، دي ابتدت فعلا حياه جديده. ما اقدرش يا ليلى، ما اقدرش اطمئن لواحده زي دي في بيتي. على العموم انا متاسفه، دي اول مره بطلب منك حاجه. اطلبي اي حاجه الا الحكايه دي. طيب ممكن نبيت الليله دي هنا وبكره الصبح اخدها وامشي. البيت بيتك يا ليلى. موسى صلاح، نوسة اهي. ازيك يا سي صلاح؟ اهلا وسهلا. عن اذنك يا صلاح. ست ليلى. ايوه يا نوسة. انت نمتي؟ لا لسه. في حاجة؟ لا ابدا، بس متهيألي ان سي صلاح متضايق مني. لا ابدا، بس هو خايف للعيشة هنا ما تعجبكيش. يا خبر، ده انا متهيألي اني في الجنة. ان شاء الله هتنبسطي. انا عشمي كده برضه، وسي صلاح هخدمه بعناية. نامي بقى عشان انا ناوية اصحى بدري. حاضر. ست ليلى، بعدين معاكي بقى. ربنا يقدرني وارد جمايل.
تفكر اني عملت فيك مقلب. انا سبت لك نوسة عشان عارفة انك راجل طيب وقلبك كبير وهتساعدني على حمايتها. انا متأكدة كمان انك هتقف جنبي لغاية ما اوصل لاهدافي. عارف ليه؟ عشان انت حبيبي وانا كمان حبيبتك. صباح الخير يا سي صلاح. ايه؟ بنصبح. متشكر. الشكر لله. بس يعني بلا قافية فتحت عينيا ما لقيتش الست ليلى، قلت اسأل ما اسألش. سافرت. سافرت؟ ربنا يحميها من شر الطريق، مسكينة يا عيني الشغل كابس على نفسها في الجورنال. مش شغلك. عدم المؤاخذة يا داخل بين البصلة وقشرتها. انت عايزة ايه؟ انا بس في اياها خدمة. متشكر يا مدرويش. ما انا تحت امرك اهو يا سي صلاح. مدرويش. نعم يا سيدي، نعم نعم يا سي صلاح، نعم يا سي صلاح. حضرتك عايز حاجة؟ ها؟ لا مفيش حاجة. اسمع ما اقولك. لازم نسيت، كنت عايزة احضر لك الفطار مش كده؟ احب افهمك اني عارف عنك كل حاجة. يعني ايه؟ يعني حركات من اياها مش عاوز. ايدك تروح كده ولا كده. لا ما خلاص تبنا الى الله. واللي يقعد هنا لازم يشتغل. اشتغل. خلاص تاخديها معاك يا مدرويش لحد ما نلاقي لها شغل. حاضر يا سيدي. وتبات معاكي في اوضتك وتفتحي عينك عليها كويس. من عينيا الاثنين يا سيدي. جنبي يا اختي، هو ماله كشر كده ليه؟ النبي تبسم. شوفي يا اختي من لخمته نسي البيبي دي. ايوه والنبي وديها لي يا ام درويش. اتفضلي يا بنتي. سيدي. عاوزة ايه؟ حضرتك نسيت دي. متشكر. لا مؤاخذة يعني نحضر لك الفطار. ام درويش هتحضره. لكن انا عايزة اختم. ايه المناسبة؟ عشان خاطر عيون ست ليلى. متشكر. الست ليلى مجدي. أفندم. حضرتك مطلوبة بكرة إلى قسم الأزبكية الساعة 8 صباحا. ما تعرفش ليه؟ في بلاغ مقدم ضدك من المدعو عباس الدعكي بيتهمك فيه بإخفاء مراته. طب متشكرة، أنا رايحة. وبعدين يا ليلى؟ ولا قبلين هروح وهتقولي لهم ايه؟ هنكر انها عندي. مش معقول يا ليلى، انتي بالشكل ده بتجازفي باسمك وسمعتك. الناس دول هيسببوا لك مشاكل كتير. ما هو مهما حصل مش ممكن اتخلى عن البنت دي. كل ده علشان نوسة؟ ايوه. قد كده ماليه ايدك منها؟ ايوه. لدرجة انك توديها لخطيبك بايدك؟ قصدك ايه؟ ولا حاجة. انما اذا كنت عايزة رأيي، البنت دي شوكة.
يا خبر. ايه ده؟ مالك يا بنتي؟ نار نار يا خالة ام درويش، بزابيز رجليا فنجلت. بصي انا الظاهر مش هقدر استحمل الشغله دي. قوليلي اعمل ايه؟ بكره تتعودي يا حبيبتي. بكره؟ هو انا هيطلع عليا بكره؟ ما انا اتكسرت خلاص اهو. طب ما تروحي تقولي للباش مهندس يشوف لك شغلانه اخف من كده. ولا يزعلش مني؟ سي صلاح ما يزعلش من حد ابدا يا حبيبتي. امال كل ما يشوفني بيبوز ليه؟ معلش ما تخافيش، قومي روحي له. قومي يا حبيبتي ما تخافيش. يعني اروح له؟ في حاجة؟ لا. امال جاية ليه؟ مالك؟ الايه؟ الكالو. الكالو؟ الكالو اللي طلع لي في ركبتي كسحني. شوف بزابيز رجليا، شوف صوابع ايديا، شوف كلي على بعضي، شوف. يخلصك كده يا سي صلاح. وايه كمان؟ هو انا بقى فيا كمان؟ عاوزة ايه؟ عايزك طيب، انت الخير والبركة، الامر امرك والكلمة كلمتك. قلت ايه يا سي صلاح؟ هروح بكرة المصنع تاني؟ خليكي مع ام درويش سعدية في شغل البيت. ما عدمكش. كده استوى وطلب الاكاله صنع يديا، يا ترى هيعجبه وهياكل صوابعه. ايه ده؟ مشلتت، عجنت وقرصت وخبزت بايدي. خالة ام درويش هي اللي علمتني. بس انا اكلت خلاص. زود. ما اقدرش. فتفوت. ما اقدرش. هاتيلي البايبة من جوه. من عيني. عجبك؟ مش بطل. سي صلاح، ربنا يكبر بخاطرك.
ازاي تدخل من غير اذن؟ وانت يعني كنت استأذنت لما خطفت مراتي يا خطافة؟ اسمع بقى لما اقولك، شغل التهويش بتاعك ده ما بقاش ينفع. نوسة مش مراتك، هي هربت قبل ما تمضي على قسيمة الجواز. ده ايه الفصاحة دي؟ انا معايا حكم طاعة يا ست هانم، ابروه في عين ادخن تخين. انت مزور، انا اللي هبلغ فيك النيابة وهوديك في داهية. دي يا جدعان انتوا دي خطفت مراتي، اما سجنتك ما بقاش انا عباس. اخلص بلاش اللي اتقدم. ايه هو ده مش انا في كمان اللي هوديكوا في داهية وترضعوا على دماغكم كمان. ونوسة راجعالي. والله لما ترجع لك اديني خبر عشان انا كمان عاوزاها. انا وانت والزمن طويل. طب وبعدين يا ليلى، مش تشوفي لك طريقة بقى في حكاية البنت دي؟ ده مبدأ يا سميرة. الله، تعملي ايه؟ هقلعك الجزمة علشان تريح رجليك. لا لا متشكر. ليه يا سيدي؟ ده انا بفرح قوي لما اشوفك مرتاح ومبسوط من انا خدمتك يا سي صلاح وتحت امرك دلوقتي. انت مش متعودة تسمعي الطلقات دي كل يوم؟ متعودة، بس الليلة دي غصب عني. روحي نامي انت يا نوسة. ما يلزمش ايها خدمة. متشكر. تصبح على خير يا سيدي. وانت من اهله. بيحبني ما بيحبنيش، بيحبني ما بيحبنيش، بيحبني ما بيحبنيش، بيحبني.
صحيح؟ يمكن حضرتك تعوز حاجة. لكن انا مش قلت لك روحي نامي؟ ما اقدرش انام وحضرتك صاحي. وافرضي فضلت سهران لحد الصبح؟ وماله يا سيدي، افضل انا كمان سهرانة لحد الصبح. طب روحي نامي بقى. لا، ايه مش عاوزة تنامي؟ لما تدخل اوضتك وتطفي النور. انا ما اتعبش ابدا يا سيدي، ده انا خدمت. الو فرانك، اديني مصر 803 160 من فضلك ل 33 وادي النطرون. شكرا. ايوه يا مدموزيل، ايوه. ها؟ لا انا كويس قوي. دي مالك زعلان ليه؟ عصبي؟ لا روق. ليلى؟ لا مش موجودة. والله علمك يا ابني. انا عاوزها ضروري، حاجة مهمة خالص. الله، طب ما تقول لي يا ابني على اللي انت عاوزه، ولا انا يعني منفعش؟ ضروري ليلى؟ طيب يا ابني، اول ما تيجي هخليها تتصل بيك. انا مش عاوزها تتصل بيا، لازم تيجي هنا. سعيدة جدا. سعيدة يا ابني. وبعدين بقى في ليلى وصلاح وليلى مش هنخلص. بالشكل ده تبقى وضعت نفسك في مركز دقيق، وسببت المجلة احراج كبير، وشغلت الرأي العام بقضية خسرانة. يا فندم الموضوع ده ابتدى يبقى له أهمية عند المسؤولين. بالعكس، موضوع البنت دي ابتدى يبقى له صفة شخصية، واصبح ما يهمش الناس في حاجة. أنا رأيي غير كده. من فضلك، احنا مش هدفنا ابدا ان احنا نجيب بنت نشالة ونعمل بينها بطلة. الموضوع كان قصة حي بأكمله، مش قصة فرد واحد، وعشان كده احنا قررنا نوقف النشر بالنسبة لموضوع سيدي كمال. يا فندم مش ممكن بعد المجهود ده كله. من فضلك ما تضيعيش وقت المجلة. قول لي يا استاذ امين، عملت ايه في موضوع عين الشباب؟ ست ليلى أنا ثانية يا ست ليلى، مش فاكراني؟ في إيه يا سنية؟ المفتري اللي ربنا يهده عباس عايز يضرك، ما تقفيش في سكته يا ست ليلى، ده هو يضربك بمية النار. كتر خيرك يا سنية، روحي انت. اتفضلي انت، مع السلامة. وبعدين يا ليلى، انت هتسكتي على كده؟ قومي بلغي البوليس. مش هبلغ بوليس ولا حاجة، أنا همشي، مش عايزة أشتغل، مش عايزة حاجة، هسافر. تسافري تروحي فين؟ أي حتة، هروح عند صلاح.
انت ايه حكايتك الليلة دي؟ نزل تشرب اللي ما عزمت عليا حتى بكاس. صحتك. تعرف دمك بيبقى خفيف قوي وانت مكشر. الله، أنا فين؟ انت سكرتي؟ بيضة. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة فين؟ انت مش هتبطلي بقى الحاجات دي. أنا بعمل كده علشان أسليك. يعز عليا أشوفك زعلان ومتضايق. ست ليلى، الحمد لله على السلامة. ازيك يا نوسة؟ تسلمي يا ست الناس كلها. احلويتي اهو يا نوسة. البركة فيكي، ربنا ما يحرمنيش منك. امال فين صلاح؟ سي صلاح نزل اسكندرية. جاي امتى؟ الليلة. احكي لي بقى، اتعلمتي ايه؟ كل حاجة، اطبخ واغسل واكوي واعمل كمان فطير مشلتت. اني خلاص مش عاوزة ترجعي مصر. هو انا ليا حد في مصر؟ ما وحشكيش سيدي كمال؟ قطع وقطعة سيرته كده. امال هنا الدنيا باللي فيها. اما اروح احضر لك الغدا. تحبي تاكلي ايه؟ لما يجي صلاح احسن. يمكن يعوق يا ست. معلش استناه. الحمد لله على السلامة. انت لسه صاحي؟ مستنياك. ده علشان عشاني انا؟ ايوه. ست ليلى جت. ليلى؟ ايوه. وهي فين دلوقتي؟ نامت خلاص، زمانها في 7 نوم. سي صلاح، ربنا ما يحرمنيش منك.
نوسة، هاتي كيس التباكو من البيت. حاضر. البنت دي شعلة ذكاء. أنا ابتديت أتفق معاكي في الرأي. نوسة كانت فعلا محتاجة لحد ياخد بيتها. صلاح، أنا مش عاوزة أتكلم في الشغل، أنا في أجازة. ده مش رأي لوحدي، ده رأي 95% من القراء. أنت شغلت الرأي العام بقضيتها. ورجوع البنت دي للبيئة اللي أنت بتحاربيها معناه فشل كبير صحفية زيك. تسمح تكلمني في حاجة غير الشغل؟ اتفضل. متشكر. نوسة، اقفي زي الناس. قلبي يا ست ليلى بيدق. مش عايز حاجة تانية يا سيدي؟ لا متشكر. طب اقعد قريبة منكم، يمكن تعوزوا حاجة. متشكرين، روحي انت. العشاء جاهز يا ست ليلى. صلاة النبي أحسن. اتفضل. ايش ايه الحاجات الحلوة دي؟ ما تتريقش عليا يا سيدي، اهو على قدي. دوقي الحمام المحشي ده يا ست ليلى، انا اللي عاملاه. ما عندكيش حاجة هادئة؟ من عيني. اتفضل. ايه ده؟ فلفل. اوعي تقربي له يا ست ليلى، احسن ده حرق قوي. روحي اقعدي في المطبخ، لما نعوزك هننده. ما تقلقش من صوت الضفادع. كنت بقلق زمان، دلوقتي خلاص اتعودت. تم ايه في حكاية سيدي جمال؟ ما بقراش جرايد. ليه؟ مش عايزة ادوش دماغي. كمان حكاية سيدي كمال دي بقى دمها تقيل قوي على قلبي. ما تخافيش يا ست، ده الغفير. انت ايه اللي جابك؟ انا قلت يعني يمكن تعوزوا قهوة، شاي، حاجة ما حدش ساقعة. طلب منك حاجة. مساء الخير يا باشمهندس. دي مكنه عطلانه ونص تقارير ما مش عارف له فيها حل. طب انا جاي معاك. اسمعي، نعم. تحطيش الوردة دي تاني هنا، والفستان ما تلبسيهوش، انا ما احبش الحل المايح. جاكيتة صلاح. هو بعد طلبها منك؟ اصل الدنيا برد. برد واحنا في عز الصيف؟ هو قال لك هاتيها؟
من غير ما يقول، انا لازم اشوف راحته. وانت مالك انت؟ يا ندمتي يا ستي، ده سيدي. اسمعي، انت هنا شغاله وبس، حاجه تانية مالكيش دعوه بيها. وصلاح ما يعجبوش العمايل اللي بتعمليها دي. صلاح عمره ما اشتكى مني ولا من عمايلي، حضرتك بس اللي من يوم ما جيتي حاطه نقرك من نقري. انت اتجننتي يا بت؟ مش القصد يا ست ليلى، العين برضو ما تعلاش عن الحق، بس انا ما استاهلش ده كله. عملت فيكي ايه؟ اسمعي بقى، عمايلك دي انا مش عجباني ابدا. انا عايزه افهم انت بينك وبين صلاح ايه؟ بحبه. وهو ربنا هو اللي يعني. قولي لي من غير لف ودوران. يا ستي هو انا هعرف اللي في ضميره ايه؟ ما قالكيش؟ ما قاليش. طب وانت شايفه ايه؟ والله انا شايفه الجدع ما بيكرهش. جزاء المعروف اللي قدمتولك تعض الايد اللي اتمدت لك عشان تعمل منك انسانه شريفه. ليه يا ست؟ جميلك على العين والراس. انت من يوم ما جبتيني هنا وانا عايشه شريفه، لا مديت ايدي ولا ضريت حد. طبت خلاص. طبتي عن نشل الجيوب لكن اتعلمتي نشل القلوب، مش كده؟ الحب لا هو عيب ولا هو حرام، ده مقدر ومكتوب، لا في ايد احوشه ولا حد يقدر يقف في سكته. الحق عليا انا كنت اقدر يوم ما شفتك ارميك في السجن. انا قلتلك ما حصلش، كل اللي قلتهولي ان صلاح يبقى ابن عمك. انا غلطانه اللي جبتك لغايه هنا. ما تفتكريش انك خدمتيه، بالعكس انت اذيتيني اذيه كبيره قوي. يا ريتك ما جبتيني هنا، يا ريتك سبتيني مطرح ما كنت. ليلى، اهلا وحشتيني يا حبيبتي. الله، امال فين صلاح؟ عنده شغل. مبروك يا ستي، الهدد هيبتدي قريب في سيدي كمال والله يرحمه. الله، انت مش واخده بالك من مكتوب هنا ولا ايه؟ وكان للمجهود الجبار الذي بذلته الصحافية المعروفة ليلى مجدي أثر كبير في سرعة البت في هذا الموضوع الإنساني. ليلى، انت بتعيطي؟ حصل حاجة بينك وبين صلاح؟ نوسة، ايه اللي جابك هنا تاني؟ راجعه بيتي ومطرحي. انت اتجننتي يا بنت؟ انا عقلت يا هبله، كنت مجنونه لما سبت اهلي. عمرك ايش سمعت الغراب يبقى طاووس؟ بقى بعد ربنا ما تاب عليكي. بالك لو ايدنا صوابعنا ال10 شمع محدش هيبصلنا، ده احنا مولودين في الوحله. مالنا ومال النظافه. اسمعي كلام يا بنت، عباس لو شافك هيذبحك. يذبحني ولا اذبحه، يتجوزني ولا اتجوز، اهي موته والسلام. مين ده يا بت؟ دي نوسة. موسى؟ نوسة وقفي عندك شوية. الله، انت نوسة ولا مش نوسة؟ جسيني عشان اصدق. بقى انت اللي عملتيني مقلاسة قدام الناس، شرفي وكرامتي اتمرمطي بيهم الارض. الكلام اللي بيني وبينك ما يتكرش على السلم يا عباس. انا ليا راجل اسمه ابويا، هو صاحب الحل والربط. انا صاحب الحل والربط، انا جوزك.
جوزك اللي عملتيه مقلاسه قدام الناس، جوزك اللي عمل خد مداس، جوزك اللي كان هيسيكي بدل الميه موارد. تفوتيني وتكسري بقلبي يا نوسه. تعالي خش بيت العدل، خش يا نوسه. يا وزه، وزه تعالي قبل العصفور يا وزه، تعالي يا وزه قبل العصفور رجع لعشه، قبل وحضاني يا وزه. مين؟ نوسة؟ لو النبي ما قال. الله جاي يا وزه، دي برضه بنتك والشيطان كان شاطر ورجعت للحق وعن الحق. ما تقابل يا وزوز. هو انا مش زي امك؟ هو انا مش حطاكي جوه عينيا تسيبيني وتكسري بقلبك جدع وتسيب ابوك يا ولدها عامل زي الفرخه الدايخه؟ ادخلي يا اختي، ادخلي على بال ما اطلع السطح واذبح لك بكربطه حلاوه سلامتك، وانا اقول لابوكي ما يرجع. خروف وحياتك اذبح خروف وانصب التعليق واجيب المزيكا وتقول عاد السلام يا مين. الله، ما تقول مبروك عليك يا معجباني يا غالي. تعزم يا وزوز، البت رجعت زي السحليه. الله ما تعقل يا وزوز. هو انت خليت فيا حاجه؟ انت اللي في القلب يا وزوز، عمري ما حبيت حد غيرك. هي الشرعيه وانت الالبازيه يا وزوز. ادعي كمان عشان اخلصك من جوزك بوز الاخص ده ونعيش في تبات ونبات، ولا ايه يا وزوز؟ طب والنبي اديني قطه. اثبت يا وزوز، البت تشوفنا. يا قطه. ما كانش في طريقه غير اني اسيبهم وامشي. وسبت البنت هناك؟ ايوه. ده اسمه هروب يا حضرة الأستاذة. كنت هعمل ايه بس يا جدي؟ يعني ما لقيتيش حل لمشكلتك وانت اللي بتحل مشاكل الناس؟ ما لقيتش. قول لي انت اعمل ايه يا جدي؟ انا هندح صلاح هنا وهقول رأيي فيكم بصراحة. صلاح لا يمكن يجي هنا، انا مش عايزه اشوف وشه. يعني مش عاوزة تواجهي المشكلة؟ خلاص نفضل حكايات وكل واحد منكم يروح لحال سبيله. هنسيب صلاح يا جدي؟ والله المسألة دي بقى متوقفة على مقدار شعورك نحوه. انا بكرهه عمى. خلاص سيبيه. طب وهو؟ لا وانت مالك وماله بقى؟ اسمعي يا ليلى، انت السبب في اللي حصل، وغلطتك اكبر من غلطة صلاح واكبر من غلطة النشالة. انت المسؤولة عن الفراغ اللي كان عايش فيه صلاح، وانت اللي خدت البنت بايدك ووديتيها له لحد هناك. اظن بعد كده ما تقدريش تلومي صلاح على اي حاجة. أنا مش هدافع عن نفسي، أنا غلطان ومتأسف. ارجوك تبعد عني. أنا بعتذر لك يا ليلى. وانا مش قابله اعتذارك. أنا آسف إني اعتذرت. احنا نسيب بعض احسن. وهو كذلك. طبعا رايح للي بتستناك. اسمعي بقى، ما حاجة من اتنين، عاوزاني ولا لأ؟ انا بكرهك يا ستي ليلى. الحقيني يا ستي ليلى. نوسة رجعت دي كمان وهيجوزوها العباس. هي اللي بعتك؟ لا انا جايه من وراها، جايه اترجاكي عشان تنجيها. نوسة نطفت على ايديكي، ما تخليهاش ترجع للوحل تاني. صلاح تاني ما نقدرش نسيبها في العيش. صح يا ليلى مالها؟ لازم اروح يا صلاح. انا قلت مفيش هدف، اللي يهد طوبة هعمله بصرمة. اتفقنا طوبة يا اخي؟ ده امر حكومة. طلع معاه بقى يا اخي. ده بقى انا مش هرجع للبوليس. بوليس؟ انتوا فاكرنا ايه؟ عاطف ولا زعلة؟ ايه؟ صونة؟ ايه؟ يا مزيكا.
تستغربيش ان انا جيت لك. انا عرفت انك ناويه ترمي نفسك تاني في الجو ده، وجيت عشان اقول لك ملوش لزوم توسخي نفسك تاني يا ست ليلى. انا عديت الايد اللي اتمدت لي بالمعروف. لا ابدا يا نوسة، دي مش غلطتك ومش غلطة حد، دي ظروف وحصل كده. بس ارجوكي ما تضيعيش نفسك بالجوازة دي، انت ما تتصوريش المصير اللي هتبقي فيه. كمان شغلي خد مني كل وقتي، لدرجة ان صلاح افتكر ان انا نسيته. المهم دلوقتي ان احنا ننسى اللي فات ده خالص. انتي مش لازم تستني هنا، لازم تبتدي حياتك في حتة تانية. انا اتعهد لك. خلي بالك من نوسة، خديها واطلبي من ربنا يرزقها بابن الحلال اللي يستر عرضها. خلاص شد حيلك يا نوسة، انا هسلم نفسي للحكومة. انا اللي قتلت عباس. ايوه انا اللي قتلت. الله عسكري. هات يا بلدية. ازيك يا نوسة؟ مبسوطة؟ الكل بيدعي لك يا ست ليلى. ما تنسيش يوم الخميس انت وسيد جوزك معزومين على فرحنا. الف مبروك يا ست ليلى. مبروك يا سي صلاح. متشكر. ودي هدية. ايه ده؟ جبتيه ازاي؟ لطشتيه؟ اخر مرة والنبي يا ست ليلى. مع السلامة بقى، مع السلامة. سعيدة يا نوسة، سعيدة.